ليه الناس بتقولك خليك إيجابي وإنت بتغرق؟ أهلا بيكم، معاكم سوكا. يلا نخش على موضوع النهاردة. يا جماعة، هو أنا بس ولا فعلا لما بتكون واقع ومنهار دايما بيجي حد يقعد يقولك خليك إيجابي؟ يعني أنا حرفيا بغرق وإنت بتقولي ابتسم. هبتسم وأنا ببلع المية ولا إيه النظام؟ لا، وكمان يقولك التفاؤل نص النجاح. يا عم أنا مش لاقية النص التاني أصلا. يعني مثلا أنا مرة داخلة امتحان ما ذاكرتش ونايمة 3 ساعات، وصاحبتي بتقولي سوكا فكري بإيجابية. أيوة، يعني أفكر إني هشيل المادة شياكة، ولا أفكر إني حتى وأنا بفشل أكون فاشلة بروح رياضية؟ واللي يحرق الدم أكتر اللي يقعد يقولك الطاقة الكونية، واهدي كده، الكون هيظبط لك أمورك. يا عم الكون ده مشغول وعامل سيناريوهات أكبر مني. الكون ده مش فاضيلي دلوقتي، أنا محتاجة كوباية شاي و5 دقايق عياط. وبعدين في نوع تاني اللي يقعد يعمل فيها حكيم ويقولي كلنا بنعدي بأوقات صعبة. لا بجد، يعني حضرتك عديت وأنا لسه في الزحمة؟ ده أنا واقفة في نص الطريق والكلاكسات شغالة عليا من كل حتة. ومثلا لو واحد بيغرق في البحر ينفع تقوله خليك إيجابي، البحر مش هيغدر بيك؟ لا يا حبيبي، البحر هيغدر عادي وأنا مش لابسة عوامة. اعمل حاج عشان ناقصين لمخه في الكلام. مرة كده كنت مديونة وبفكر أبيع اللابتوب، يجي واحد يقول لي خليكي إيجابية، الفلوس بتيجي وتروح. يا عم أنا مش شايفاها أصلا، دي لسه ما جاتش عشان تروح. ولو على الإيجابية أنا بقيت بواجه كده، لما الدنيا تضربني بالقفا أنا أضحك، مش عشان أنا قوية، لأ، عشان خلاص فقدت الأمل وبقيت في مرحلة الضحك الهستيري اللي هو اضربي كمان يا دنيا. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ وفي بقى أصحاب الطاقة، دول بقى عايشين في فيلم تاني، يقولك تصوري النور الأبيض حواليكي وركزي. يا ابني أنا مش شايفة غير نور المطبخ اللي محروق، ارحمني بالله عليك. فبجد يا جماعة، المرة الجاية لما حد يبقى بيغرق ما تقولوش خليك إيجابي، قوله تعالى نغرق سوا يا معلم، على الأقل نبقى مع بعض ونضحك سوا. أنا شخصياً بقيت لما حد يقول لي كده أقوله ماشي، هفكر بإيجابية، واروح أكل كيس شيبسي وأقعد أعيط وأنا بتفرج على ميمز. دي الإيجابية بتاعتي. لو حصلت لكم مواقف زي دي ابعتولي في الكومنتات، عايزة أسمع قصصكم عشان أضحك كمان، واستنموني بكرة بمواضيع أغرب. إيه ده بجد؟ أنت كملت الفيديو لحد هنا؟ لو الفيديو ده عجبك، وأنا متأكدة إن هو عجبك، يبقى لازم تدوس سبسكرايب وتبعتلي لايك وتفعل الجرس علشان كل فيديو ينزل يدق الباب عندك، وسيبلي كومنت حلو زيك كده يخليني أستمر أشوفكم في فيديوهات جاية. باي.